اوقات كتيره بتحصل للواحد مواقف كتيره ما بيبقاش عارف هو بيكررها ليه، مع انه عارف ان في اوقات كتيره بتبقى اللي بيعمله ده غلط. علاقات مؤذيه مع ناس، شيء هو بيعمله غلط في المطلق، ممكن يكون تعامله مع ناس مؤذيين في حياته ومع ذلك بيكرره. ايه ده اصلا اوريدي بتحصل مع كل واحد فينا بصفه يوميه، ان ما كانتش اسبوعيه على الاقل. ان تلاقيك بتعمل حاجه وبتلاقيك بتكررها، حتى الغلط بقعد اكرره. طيب هو ايه اللي ممكن يخليني في غلط ممكن اكرره، او في تعامل مع ناس مؤذيين ممكن يخليني اعيد الكلام معاهم او التكرار او المعامله معاهم؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن 4 حاجات. اول حاجه وهي ان انا انهي نهايه مختلفه. يعني ايه؟ ممكن اكون بكرر الغلط مره واتنين، او بعمل حاجه غلط مره واتنين، يمكن في المستقبل ان الحاجه دي تنتهي نهايه مختلفه. يعني ايه؟ ممكن مثلا انا بذاكر كورس معين بطريقه غلط، المشكله اللي كل مره بذاكر بالطريقه دي بوصل لنفس النهايه. طب هو ايه اللي ممكن يخلي عقلي بيخليني اذاكر بنفس الطريقه؟ هو ممكن يكون متخيل ان انا بعمل نفس الشيء ومنتظر ان تحصل نهايه مختلفه. طب انا بعمل نفس الشيء، ما هو العقل بقى ما بيبقاش واعي للنقطه دي غير لما انت توجهه للنقطه دي. هو بيعمله بشكل تلقائي، ان هو بيحاول يكرر اللي هو عمله في سبيل حاجه واحده، ان هو يوصل لنتيجه مختلفه. وده اصلا بصوره عامه اسمه في علم النفس اسمه التكرار القهري، ان هو بيحاول يعيد مرارا وتكرارا محاوله للوصول لنتيجه مختلفه. دي اول حاجه. طيب ايه تاني حاجه؟ في اوقات كتيره اشخاص بيعدوا بمراحل بحياتهم مش بتكون احسن حاجه، من تعامل في مواقف ما كانش بايديه، بتعامل مع اشخاص، ناس بيجرحوه على مر الوقت. طيب ايه اللي ممكن تاني حاجه يعملها؟ تاني حاجة بعد ان هو يكرر الشيء عشان يوصل لحاجة مختلفة، ان هو يقول ده بمزاجي. في اغلب الاوقات الشخص ممكن يحصل موقف بيكون في حالة ضعف، علشان عقله اللاواعي يتغلب على النقطة دي، وعشان هو كان ضحية في الوقت دوت، وكان هو مش ليه إرادة في اللي بيحصل فيه. ساعتها يقول ايه؟ في المرة دي يبدأ يقول انا هكرر اللي بيحصل والاذى اللي حصل لي، بس انا اللي موافق عليه وانا اللي سامح لنفسي ان يحصل فيها كده، عشان بس يثبت حاجه واحده، يوهم نفسه ان هو مسيطر، وده في الحقيقه مش واقع. تمام. تالت حاجه الجاني. يعني ايه؟ اوقات كتيره الشخص اللي بيبقى ضحيه في اي موقف، لما الموقف بيتكرر للمره التانية ممكن ياخد دور الجاني. هو كان في الموقف الاولاني اللي حصل له في حياته هو الضحيه، ممكن تتقلب الايام ويبقى هو الجاني، يختار اشخاص ويحاول يعمل معاهم نفس الموقف اللي حصل فيه ووصل ليه اذى نفسي منه. ساعتها يحاول يكرر الاذى دوت مع الناس التانيين ويبقى هو الجاني في القصه في المرحله دي. وطبعا الموضوع ده بشع، لانه بيحاول كل اللي حصل فيه من الشخص يتقمص هو الفعل دوت عشان يعمله مع شخص تاني. ما بين تعامل بشكل بشع، بشكل مهين، ان هو يتعامل بدون تقدير، بدون احترام. اي حاجه من النوعيه دي هتاذي اللي قدامك، زي ما هي وصلت واذت الشخص يتحول هو الجاني عشان يأذي كل الناس اللي حواليه. طيب رابع حاجه جلد الذات. يعني ايه بقى؟ اوقات كتيره لما الشخص بيتعرض لموقف، الموقف ده بيكون مضايقه وحصل معاه في حاجات كتيره اتفصلت عنه، هو حاسس مش انا نفس الشخص، لا انا كنت يجي عليا الزمن، جه عليا انا كنت ضحيه، لا انا اللي حصل فيا ده مش كان بارادتي وما كانش المفروض يحصل كده. فيبدا يتحول لشخصيتين، الشخصيه الجديده اللي مش راضيه على الواقع والشخصيه القديمه. يبدا الشخصيه الجديده تبدا تجلد ذات الشخصيه القديمه من خلال نفسه، ويبدا يوصل نفسه لاي مراحل الالم عشان بس يقول لها حاجه واحده، ان هو لما حصل فيه ده كله كان بسبب ان هي ضعيفه. ما بيبقاش حاطط في الاعتبار ان هو حصل غصب عن نفسه نفسها. الموضوع معقد لدرجه كبيره، بس الفكره ان دي مراحل بتوصل لامراض نفسيه بعد كده، ان هو يتحول شخصيتين ويبدا الشخص الجديد بيعمل كل الاذى النفسي في الشخصيه القديمه. احنا بناخدها بالشكل الدارج، ده انا بجلد نفسي، بس فعلا الكلمه دي في وقت الفعل وفعلا في وقت الامراض النفسيه الموضوع بشع. يبدا ان هو يعمل اي اذى من البشر، ويبدا يستغل الناس اللي حواليه عشان يؤذوه هو شخصيا، عشان يوصل يثبت لنفسه ان هو يستاهل كل الوجع اللي هو فيه، عشان هو سمح للناس ان هم يعملوا فيه كده، مع ان هو مش فاهم ان هو نفسه ما كانش عنده المقدره، ما كانش عنده الروح الوعي دي. النضج اللي جت بعد كده ما جاتش غير بسبب الموقف، بس هو مش فاهم كده.
هو عنده فكره واحده، ان انا ضحيه دلوقتي وحصل فيا كده بسبب ان انا كنت ضعيف، يبقى لازم أنا هذل نفسي اكتر علشان هي اللي سمحت لي ان انا ابقى ضعيف. دول ال4 مراحل معانا اللي ممكن الانسان يكرر الغلط اللي بيعمله، او توصل ان في حاجه تكرار قهري. طيب هنحكي قصه صغيره كده. في بنت لما كانت رايحه ترتبط بشخص عشان تتجوز، كانت بتدور في الشخص ده في مواصفات غريبه. ممكن توصل ان هي بتدور في الشخص دوت ان الشخص ده يكون بيأذيها عاطفيا، بيأذيها نفسيا، مش مديها اهتمام، مش مديها احترام. بتوصل لمراحل اذى نفسي بشعه، ان هو من الاخر الشخص اللي جاي على الشخص اللي قدامه ومش مديله اي اهتمام ولا تقدير ولا وقت ولا مجهود. بس مش الغريب في القصه في كده، الغريب ان البنت عايزه النوعيه دي من البشر، عايزه النوعيه دي من الريليشن، الشخص اللي مش بيديها اي نوع من حق، من اهتمام، من مشاعر، من تقدير ذاتي، اللي هو الشخص السوي الطبيعي هيبقى محتاجه. طيب هي البنت ليه بتدور على كده؟ ده مش كده كمان، لا، ده لو حتى الشخص ده انفصلت عنه هتبدأ تدور على شخص ترتبط بيه بنفس المواصفات القديمة اللي كانت في الشخص ده، ان هو يحسسها ان هي لا شيء. طيب نرجع باك جراوند كده على خلفية البنت دي. البنت دي زمان وهي صغيرة باباها كان يعتبر الشخص اللي هو بيشتغل علشان يجيب فلوس بس، ما بتشوفوش غير وهو جايب الفلوس بيديها فلوس بس، ما بتشوفوش غير في مراحل اللي هو مفيش اي مشاعر ناحية بابا. طيب الام في المرحله دي كانت اللي هي عايشه معاها ومش موجوده، اللي هي مهتميه بشغلها، خروجها، اصحابها، هدومها، لكن البنت مهمشه. طيب هو ايه الرسائل الخفيه اللي وصلت للبنت دي بدون قصد الاب والام؟ حاجه واحده، ان هي ملهاش اي اهتمام عندنا، انت مش ليكي لازمه، انت مش تستاهلي حبنا، انت مش مصدر للاهتمام ولا للسعاده. فتبدا البنت دي بصوره لا واعيه تاخد الفكره عن نفسها ان هي ما تستاهلش الحب في المطلق، ان هي ما تستاهلش ان هي تتحب، ما تستاهلش تشوف نفسها مقبوله، لان اللي كانوا عايشين معاها طول حياتها ما وصلوهاش اصلا ان هي مقبوله، فازاي في حد جديد يوصل لها المشاعر دي؟ فتبدا البنت تدور على ايه؟ تدور على اول نقطه، ان هي تحاول توصل لنهايه مختلفه، فتبدا تدور على نفس الصفات اللي كانت عند باباها ومامتها، اللي هو التجاهل. تبدا تدور على المشاعر دي في البشر عشان سبب من الاثنين، لا اما البشر دول يثبتوا لها عكس المشاعر اللي باباها ومامها وصلوها لها، ودي نادره لما بتحصل، نادرا دلوقتي لما بيحصل في المجتمع كده. والسبب الثاني ان هو يثبت لها الفكره اللي اتولدت من عنها، ان هي ما تستاهلش اي شيء، ولا حب ولا اهتمام ولا تقدير ولا اي شيء. طيب احنا قلنا البنت وصلنا لغايه كده. طيب البنت دي ضحيه بالنسبه لباباها ومامتها واللي حصل فيها، بس في نقطه تانية، هي دلوقتي باختيارها للشخص اللي بيأذيها نفسيا ده بمزاجها، وهي دلوقتي جانية في حق نفسها، علشان دلوقتي عندها عقل اللي هي تفكر. في الصغر بيكون في كم من المشاعر اللي مش وصلت، او اللي كان فيها نقص او فيها فقد، او ممكن كمان توصل ان كان في مشاعر حصل فيها بتر. في حاجات بتحصل، بس ان انا دلوقتي في الموقف واللي انا بختار بنفسي حد يذلني بنفسي وانا اللي مختار كده، انا شخص واعي وناضج وعارف اخد قرار، بما ان انا عملت كده فانا واعي. الفكره نفسها ان انا لازم أنا اقعد واكون شايف الناس اللي حواليا دي مش يمكن يكون كلامهم صح، مش يمكن يكون في انا حاجه غلط، مش يمكن اختياراتي غلط فعلا، بلاش امشي بالشكل العام، الشكل الاعمى ده لا. هي دلوقتي واعيه ومدركه لكل شيء. انا يوم ما برجع للشخص اللي اذاني فانا قررت وانا مسؤول، يوم ما برجع للشخص اللي بيحسسني ان انا مهمش فانا قررت وانا مسؤول. في كل مره بعمل حاجه غلط واوصل للاكتئاب واوصل ان انا فاقد الشغف بالحياه فانا اللي قررت وانا اللي مسؤول. وفي كل مره بعمل الخطيه وابعد عن ربنا فانا اللي قررت وانا اللي مسؤول لتعاقب او ان انا اكون مسؤول عن النتيجه، انا قررت وانا مسؤول. وفي كل مره بعدت فيها عن ربنا وكل مشاعر ناحيه ربنا انا فقدتها فانا اللي قررت ابعد وانا اللي قررت اكون مسؤول. وفي نفس الوقت انا مقرر ان انا ما استمتعش بالعلاقه مع ربنا. يعني ايه؟ زي ما في علاقه مع البشر فيها من حب ومشاعر وتفاهم وكلام، في علاقه برضو مع ربنا. هو لو فرضنا ايه نوعيه الريليشن او العلاقات اللي بتبقى مع البشر، او العلاقه اللي ممكن تحس فيها انا مبسوط، لا انا عايز ابقى مع الشخص ده، ممكن تبقى في اسره،
ممكن تبقى مع اخ، ممكن تبقى مع ناس في الدراسه، مع ناس في الجامعه. ايه اللي ممكن تفتكر، ايه المشاعر اللي ممكن تكون مع الشخص ده انا مفتقدها ومش عايزها تكون موجوده غير مع الشخص ده؟ تفتكر ايه مثلا؟ ممكن مثلا الشخص ده بيحبني بحب غير مشروط. اتكلمنا في فيديو قبل كده في النقطه دي، في نفسيتك الحياه ونفسيتك المزيفه. الجزئيه دي اتكلمنا عليها بشكل مفصل، ان حب المشروط بيوصل الانسان اللي هو شايف كل حاجه مشروطه. لازم انا ابقى اشوف الفيديو دوت علشان فعلا اتكلمنا فيها بشكل مستفيض. ممكن تاني اللي انا احس بالقبول رغم ان انا اعمل كارثه. الفكره اللي بتبقى في الاغلب اللي بتخليني اتقبل الناس بدون ما اللي هو الشخص دوت انت جامد في حياتي، انت شخص مؤثر بطريقه كبيره، بيجي منين اليقين ده في نفسي؟ في حاله واحده، او بتاكد لي في حاله واحده في الاغلب، ان انا اكون عامل غلط واقول للشخص دوت والشخص ده يتقبلني بغلطي، او يتقبلني بالغلط اللي انا عامله. الحته دي نادرا لما تلاقيها في البشر اصلا، ان تلاقي حد متقبلك بالوحش اللي فيك. وبالمناسبه دي احلى حاجه في ربنا بيعملها معانا اصلا في المطلق. يعني لو قلنا حب مشروط، ربنا بيعمل حب غير مشروط. لو قلنا مثلا في القبول، ربنا متقبلني بخطيتي وبغلطي ونفسي ان انا ارجع وما اعملش كده تاني وابقى احسن كل يوم. ربنا فدايما لو اتمليت من العلاقه دي، ما انا هبقى مش مستني حد يدي رايه فيا، واللي هيدي رايه فيا انا هبقى مستمتعه او مستمع ليه، علشان يمكن يكون بيقول صح. لكن هتوصل لمرحله ان انا عمال بتاثر بكلام الناس، لا انا مش عندي هويتي الشخصيه، لا ده انا بمشي عشان كل الناس ماشيه في الطريق ده. امال فين هويتي انا؟ فين امتلاء الشخصي؟ يبقى في هنا في حاجه غلط، انا لازم انا اقف وابص لها، ولازم انا ابقى واعي للنقطه دي، ان انا يوم ما بعدت عن ربنا فانا اللي قررت، ويوم ما قربت من ربنا واتمليت منه فانا اللي قررت ابقى في الحته دي. حته القرار دي مهمه جدا، لان بجد بتترتب على حاجات كتيره قوي. يعتبر اخر حاجه نتكلم فيها، اي حاجه انا قررت ليها بشكل واعي حتى لو وصلت للنتيجه غلط فانا بتعلم من الغلط. لكن المصيبه اللي انا قرر وفي النهايه ازعل من القرار، لا، انا حتى لو عملت حاجه غلط، طب تمام انا هغلط، كل فكره هطلع ايه النتائج الغلط اللي انا عملتها، واحط ايه اسباب اللي خلتني اغلط واوصل للمرحله دي، واحاول على قد ما اقدر اجاهد نفسي ان انا ما اوصلش لنفس الاسباب دي تاني، بس وامشي بطريقه تراي اند ايرور، اجرب واغلط، واحاول على قد ما اقدر ما اغلطش اكيد، بس الفكره ان سقطت اقوم، لا تشمتي بي عدواتي، فان سقطت اقوم. بس كده، سلام.